السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد العبد من قناة دروس تعليمية أونلاين. إن شاء الله هنكمل مع بعض حل نماذج امتحانات كتاب المعاصر للمراجعة النهائية المطابقة لأحدث المواصفات ال 15 نموذج الصف الأول الثانوي. ولو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي الروابط في الوصف أسفل الفيديو، وكمان روابط حل المحافظات مع بعض الروابط الخاصة بأسئلة التفكير النقدي للقصة بتاعتنا تريجر آيلاند جزيرة الكنز، وروابط مذكرات مجانية للمقال والترجمة حتى المقال بتاع النهاردة. وبنجمع إن شاء الله ال 15 مقال بتوع ال 15 نموذج اللي احنا حليناهم في ملف واحد PDF، وهننشره إن شاء الله. لو تم التفاعل كويس مع الفيديو بتاع النهاردة هنشره على طول بإذن الله. وروني بقى إن شاء الله اللايك والشير والكومنتس بتاعتكم اللي بتشجع الواحد عشان يستمر معاكم. هنبدأ النهارده هناخد النموذج ال 13 وال 14 وال 15، وطبعا رابط الواتساب سواء كانت الجروب بتاع الواتساب او قناة الواتساب موجودة في الوصف اسفل الفيديو، بننزل عليها مذكرات والروابط اول باول. نبدأ نحل نموذج ال 13. طبعا اتعودنا ان اول سؤال عندنا في الامتحان اختار اجابتين من خمسة. نمبر 1: be careful when you travel to any place for the first time. بيقول لك خلي بالك لما تسافر لأي مكان لأول مرة. It's easy to not so you should have a map. فمن السهل عليك تقع في ايه يعني، لذلك يجب عليك انك تاخد معاك خريطة and the important numbers of this place، واهم الارقام بتاع المكان ده. فتراول get promoted يعني يترقى، بيترقى في الشغل مثلا. go missing بيتوه. get lost بيضل الطريق او يتوه. go snorkeling يذهب الى الغطس تحت الماء. go losing طبعا هنا هتبقى letter B go missing، وكمان get lost الاثنين معناهم يتوه او يضل الطريق. number 2: The doctor asked me to monitor my grandfather because of his illness. الدكتور طلب مني ان انا اراقب جده بسبب مرضه. Monitor can be replaced by، ممكن monitor استبدلها بايه؟ انت هتراقب جدك تاخد بالك منه يعني، يبقى هنا observe يلاحظ، ادي واحده. look for يبحث عن مش هتنفع. watch ممكن watch بمعنى يراقب. see off يودع. collect يجمع. طبعا letter A and C. بعد كده number 2 نختار إجابة من أربعة. When they met their friend he not the homework his teacher gave him. بيقول لنا طبعا لما هم قابلوا صديقهم هو كان مستمر في عمل ايه الواجب يعني اللي المدرس طلبه منه او اداهوله. خلي بالك انت عندك هنا حدثين عرفناها بقى خلاص يا مستر. الحدث الاولاني حدث قصير، ده قطع الحدث اللي كان مستمر وهو عمل الواجب بتاع زميلهم. اذا هنا was doing ماضي مستمر، قلنا الماضي المستمر يبقى حدث طويل استغرق فترة من الزمن، وقطعه حدث اخر اللي هو ماضي بسيط. Number 2: It's not my habit to have coffee at this cafe when I worked there. طبعا كان من عادتي ان انا اتناول القهوه يعني في المقهى لما اكون ايه بعمل هناك when I worked there. خلي بالك هنا احنا قلنا في الوحده الثانيه لو انتوا فاكرين، او الوحده الاولى لما كنا بنتكلم على عادات الماضي، ولا ممكن اجيب يوز تو اعتاد ان على شيء في الماضي، وفي اكتر من صيغه بتعبر عن العاده في الماضي، من ضمنهم الصيغه اللي عندنا it، واجيب معاها verb to be، اجيب my habit واكمل to المصدر. طبعا المناسب هنا هتبقى letter B was، لان في الاخر بيقول لي when I worked there في الماضي. Number 3: going back home I found that the window space او not هنا so I went to get new glass for it. بعودتي للمنزل او بمجرد عودتي للمنزل وجدت ان الشباك بتاعي مكسور. So I went to get new glass for it. عشان كده رحت ايه عشان اجيب زجاج جديد للشباك. طبعا هنا الشباك طبعا هنا مش هيكسر نفسه. طبعا الجملة هنا باسيف مبني المجهول لان ويندو هنا مفعول، فبالتالي هختار was broken. طب ليه بروكن مش هختارها؟ بروكن كانت ممكن تبقى صح كصفة لو كان جاب لي بعد ويندو فيرب تو بي كانت تبقى صح، لكن هنا ما جابش فيرب تو بي فبالتالي ماضي بسيط في المبني المجهول. Number 4: We not met our friend lately he is still away. طبعا هنا بقول we have haven't had hadn't. لما جاب لي في الآخر he is still away هو ما زال في الخارج يعني، وجايب لي هنا lately مؤخرا. lately و recently بيدلوا على زمن المضارع التام، يبقى letter B haven't. Number 5: In the office he received a call from his wife. هو في المكتب تلقى مكالمة من زوجته. during on while after. طبعا لما كنا بنتكلم على while في الماضي المستمر when و during و on، الوحيدة اللي كان بيجي بعدها حرف جر هي while. ممكن اقول while in تمام، بينما هو كان في المكتب هو تلقى المكالمة من زوجته. Number 6: He exerts great efforts. exerts great efforts يعني بيبذل مجهود عظيم. They all think his work is، هم كلهم بيعتقدوا إن إيه العمل بتاعه. يا ترى اقول amaze amazing amazed amazingly. طبعا هم بيعتقدوا ان العمل بتاعه amazing مذهل، يبقى لتر بي. Number 7: To have a good building you need to have a good not first.
عشان يبقى عندك مبنى جيد لازم طبعا يبقى عندك الاول ايه كويس، يبقى عندك ديزاين، التصميم نفسه يبقى هنا ديزاين. تمام. يعني كلمة دونر متبرع، جارديان وصي، وصي على واحد يعني زي مثلا يكون باباك مسافر فده الوصي عليك يعني. ايكو تورست اللي هو ايه السائح اللي ايه محافظ على البيئة او صديق البيئة. وهنا لتر بي. نمبر 8 his good company، صحبته الجيدة had a good note on his life. هنا بقول طبعا الصحبة الجيدة بتاعته لا هي جيد على حياته. يا ترى اقول impact، cause، reason، connection. لما تركز هنا في المعنى هتلاقي طبعا كلمة impact معناها تأثير. تمام، يبقى good impact. نمبر 9 he doesn't know much in science، هو ما يعرفش كتير في العلوم. his science knowledge، معلوماته خاصة بالعلوم يعني is، بدل هو مش عارف كتير يبقى أكيد معلوماته ايه محدودة، يبقى limited هنا محدودة جاية كصفة هنا. نمبر 10 living near the not give him the chance to sit by the sea often. يعني هنا living near كون هو بيعيش بالقرب من ايه، اعطاله طبعا الفرصة ان هو يجلس او يعني يبقى موجود جنب البحر غالبا، بالتالي هو كده قريب من الشاطئ. طب يا ترى الشاطئ بتاعتنا الهين بقى او البليتش ولا بيتش ولا بيتش ولا كوست؟ طبعا هنا لتر سي بيتش. في كلمة زيها بالظبط اللي هي بيتش بس دي معناها خوخ. وكلمة طبعا بليتش الأولانية معناها يبيض، يعني لو حاجة مثلا لونها معين فبتخلي لونها أبيض أو تخلي لونها فاتح قريب من الأبيض يعني. Number 11 a lot of rain fell and this caused to not our streets from the neighboring ones. طبعا الكثير من الأمطار سقطت وده سبب إن يحصل إيه الإشارة بتاعتنا عن المناطق المجاورة أو الأحياء المجاورة. طبعا هنا flood اللي هي أي فيضان، ولا كلمة isolate يعزل، connect يوصل، link يربط. طبعا letter B، يبقى كده الأمطار عزلت الشارع بتاعنا أو الشارع بتاعتنا عن المنطقة المجاورة لينا. Number 12 the way he tackled the problem was a or an one. كلمة tackled هنا معناها إن هو عالج المشكلة إزاي، بيقول لك الطريقة اللي هو عالج بيها المشكلة أو تعامل مع المشكلة بيها. No one else had that idea before، ما حدش طبعا كان عنده الفكرة دي قبل كده. إذا طريقته في التعامل مع المشكلة فريدة من نوعها، يبقى هنا unique letter A. لو قلت common شائعة ordinary عادية unsuccessful غير ناجحة طبعا ما ينفعوش. Number 13 خالد loves his job because it's very، خالد بيحب وظيفته لأنها it's very إيه؟ يا ترى أقول stressful يعني بتضغط عليه جدا، rewarding مجزية بياخد منها مرتب كويس، qualified يعني تأهلة، boring مملة. طبعا letter B rewarding يعني بياخد منها مرتب محترم. Number 14 he refused not for what he had done، هو رفض انه يعتذر عن اللي هو عمله. طبعا refused من الافعال اللي بيجي بعدها to plus infinitive يبقى to apologize، يبقى هو رفض ان يعتذر. ناخد بعد كده الكومبريهنشن قراءة الفهم، وقلنا بنستخدم طريقتين في الحل، طريقة اسمها skim and scan. skim يعني بعمل قراءة عابرة، قراءة سريعة لكل المعلومات اللي في القطعة بتاعتنا عشان افهمها. بعد كده بقرأ الأسئلة واعمل حاجة اسمها سكان عشان اوصل للحل بتاع معلومات معينة. نقرأ أول فقرة. Scientists believe that there is a number of reasons for climate changes. العلماء طبعا بيؤمنوا إنه في عدد من الأسباب لتغير المناخ. One reason could be the changes in the amount of heat which actually comes from the sun at different times. أحد الأسباب طبعا جاية بسبب التغيرات في المقدار بتاع الحرارة اللي فعلا بتيجي من الشمس في أوقات مختلفة. Another could be volcanic dust، طبعا سبب تاني وهو الغبار البركاني. People have also been adding gases such as carbon dioxide to the atmosphere. طبعا في ناس كمان بتضيف غازات إلى الغلاف الجوي زي مثلا ثاني أكسيد الكربون. These are called greenhouse gases، دي بنسميها غازات الاحتباس الحراري because they hang in the atmosphere، لأنها طبعا بتظل عالقة في الغلاف الجوي around the earth حول الأرض like the roof and walls زي السقف والإيه والحوائط of a greenhouse بتاع الإيه الصوابات الزجاجية. The earth receives heat and light from the sun which sends this back into space. الأرض بتتلقى طبعا الأشعة اللي هي الهيت الحرارة والضوء من الشمس، وبالتالي الأرض بترسلها مرة أخرى إلى الفضاء as infrared radiation زي الأشعة تحت الحمراء. Much of this radiation can't pass through the greenhouse gases. معظم الأشعة ديت ما بتقدرش تمر من خلال غازات الاحتباس الحراري. And this causes increased temperatures near the earth. طبعا ده بيسبب زيادة في درجة الحرارة بتاع الأرض.
الفقرة الثانية: The amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing mainly. طبعا هنا كمية ثاني أكسيد الكربون اللي موجودة في الغلاف الجوي is increasing mainly، بتزداد أساسا because all countries burn fossil fuels such as oil. لأن طبعا كل البلاد بتحرق الوقود الحفري زي مثلا oil اللي هو البترول أو الزيت، natural gas الغاز الطبيعي، and coal الفحم. The destruction of the big rainforests، تدمير الغابات الاستوائية الكبيرة، which absorb carbon dioxide. طبعا اللي هي الغابات ديت أصلا بتمتص ثاني أكسيد الكربون and give out oxygen، تدينا الأكسجين، makes matters worse. طبعا بتجعل يعني تدمير الغابات ديت بيجعل الإيه الأمور أسوأ. الفقرة الثالثة: What can be done to prevent this situation؟ طب نعمل إيه بقى عشان إيه نمنع الموقف ده؟ Global warming is a problem that affects every country. الاحتباس الحراري مشكلة بتواجه كل البلاد أو كل بلد. and every person in the world، كل شخص في العالم. First of all governments must agree to stop the destruction of the world's rainforests. أول حاجة لازم الحكومات توافق إن هي توقف التدمير بتاع الغابات اللي موجودة في العالم كله. Secondly، ثانيا they must agree to reduce the amount of carbon dioxide that transport and industries emit into the atmosphere. والحاجة التانية إن لازم توافق على تقليل كمية ثاني أكسيد الكربون اللي طبعا المواصلات والصناعات طبعا زي emit into هنا يعني بتصدره. يعني الصناعات والمواصلات بيطلعهم يعني بيصدرهم غازات كتيرة في الغلاف الجوي. and we can all play a part as individuals. واحنا طبعا لازم نقوم بدور كأفراد. we should all try to reduce the amount of carbon dioxide we emit into the atmosphere. احنا كمان لازم نقلل كمية ثاني أكسيد الكربون اللي احنا بنصدرها في الغلاف الجوي. this can be done by driving fuel efficient cars. طبعا ده هيكون عن طريق قيادة سيارات احنا بنقول عليها ايه بقى، بتحرق البنزين بكفاءة، يعني محركاتها كويسة ما تبقاش بايظة يعني. The best way people can help is، أفضل طريقة الناس ممكن تساعد بيها is to use public transport، إن هم يستخدموا المواصلات العامة as much as possible، بقدر الإمكان، instead of their cars، بدلا من سيارتهم. and finally، وفي النهاية، we should plant more trees. في النهاية يجب إن إحنا طبعا إيه نزرع أشجار أكتر in the cities، في المدن، and on farms، وفي المزارع، to give us back the air we need، عشان طبعا ترد لنا الهواء اللي إحنا محتاجينه. Number one: to help people can use، عشان نساعد الناس ممكن تستخدم ايه؟ طبعا public transport، مواصلات عامة قدر الإمكان. number two: trees are important because they، الأشجار مهمة لأنها ايه؟ take in carbon dioxide and emit oxygen. طبعا بتاخد أو بتمتص ثاني أكسيد الكربون وتدينا الأكسجين. Number three: if the amount of carbon dioxide doubles، لو مقدار أو كمية ثاني أكسيد الكربون اللي هي موجودة في الغلاف الجوي تضاعفت، the average temperature اللي هو متوسط بقى ومعدل الحرارة will هيحصل له إيه؟ أكيد طبعا increase، هيزداد. Number four: the best title to this passage is، أفضل عنوان للقطعة ده هيبقى إيه؟ طبعا climate changes، تغيرات المناخ، climatic changes. Number five: the word destruction can be replaced by، كلمة destruction ممكن استبدلها بإيه؟ ممكن أشيل كلمة destruction اللي هو تدمير وأجيب منها مكانها كلمة damage، تدمير. Number six: carbon dioxide is considered one of the نقط gases، ثاني أكسيد الكربون يعتبر أحد الغازات الإيه؟ طبعا احنا قلنا اسمها green house gases، اللي هي غازات الاحتباس الحراري. Number 23: the word absorb can have the meaning of، كلمة absorb ممكن يكون لها نفس المعنى بتاع ايه؟ طبعا take in يعني يمتص. تمام. ناخد بقى كده ترانسليشن. قلت قبل كده احنا عملنا فيديو 3 4 دقايق بيلخص القصة كلها بتاعت ايه؟ بتاعت الترجمة الاختياري. حاجات جميلة جدا هتستفيد منها كتير ان شاء الله. نشوف اول سؤال عندنا: loving homeland and sacrificing for it is a national duty. To be a good citizen carry out your duties before asking for your rights. أول جملة لتر إيه: إن حب الوطن والتضحية من أجله واجب وطني. ولكي تكون مواطنا صالحا احمل بواجباتك. هو ترجم كلمة كاري مش أوت بقى، كاري لوحدها يحمل غلط. كان قال لك كاري أوت يعني إيه؟ يقم، نفذ. لتر بي: إن حب الوطن والتضحية من أجله واجب وطني. ولكي تكون مواطنا صالحا قم بواجباتك قبل المطالبة بحقوقك. ديت صح. نشوف لتر سي ودي غلط ليه. إن حب الوطن والتضحية من أجله واجب دولي، لا هي واجب وطني.
ان حب الوطن والتضحيه من اجلي، مش من اجلك انت بقى، ده من اجل الوطن، يبقى دي غلط برضه. اذا الاجابه الصح هتبقى ايه؟ ليتر بي زي ما قلنا. الترجمه الثانيه: من المهم جدا ان يكون لكل انسان اصدقاء جيدين، اما رفقاء السوء فيدمرون حياتنا ويجعلنا نكتسب عادات سيئه. لتر ايه: It's very important for every person to do good friends. لا، ما اسمهاش جو، اسمها المفروض يا اما ميك يا اما هاف، فهنا دو ما تجيش مع كلمه good friends. لتر بي: It's very important for every prison. ده شو انا هقولها مش بيرسون بقى، ده بريزون سجن، غلط. لتر سي: It's very important for every person to have a good أو good friends so bad companions. So bad companions destroy our lives. استنى يا مستر، هي so وهنا بيقول ايه؟ اما رفقاء السوء، يبقى هنا لكن، فبالتالي هنا so دي غلط. نشوف اخر واحده صح طبعا ليه. It's very important for everyone to have good friends but bad companions destroy our lives and make us acquire bad habits. ديت صح. يبقى فعلا لتر ايه؟ لتر دي هي الاجابه الصحيحه بتاعتنا. ناخد بعد كده اسئله التفكير النقدي. Treasure Island. Number one: Why do you think the captain was very surprised to see the blind man? ليه في رأيك الكابتن مندهش جدا ان هو شاف البلايند مان اللي هو الرجل ايه؟ الأعمى. ممكن نقول because it was supposed that no one knew his place. من المفترض اصلا ان محدش كان يعرف مكانه. And the blind man would tell the pirates about the captain's place. وكمان الرجل ده اللي هو الأعمى ده هيقول طبعا للناس اللي معاه أو القراصنة على مكان الكابتن. And they wanted to take the map of the treasure. بالتالي هيجوا يعني ياخدوا منه الخريطة بتاع الكنز. So he was in danger. فبالتالي هو دلوقتي في خطر. Number two: Were Jim and his mother right when they thought that they were in danger? Why not? هل جيم ومامته كان عندهم حق ان هم فكروا وشعروا ان هم في خطر فعلا؟ ليه وليه لا؟ ممكن نقول yes. طبعا انت لو قلت ايوه هتقول ليه، لو قلت لا هتقول ليه لا. Yes, because the blind man and the other seven men knew that Jim and his mother opened the wooden box and they wanted to find them. طبعا لان الرجل اللي هو الاعمى ده والسبع اشخاص او سبع رجاله اللي معاه اللي هم القراصنه دول عرفوا ان جيم ومامته فتحوا من الصندوق الخشبي، عشان كده هم عايزين يجدوا الصندوق الخشبي او يجدوا جيم. Number three: How do you think luck saved Jim from death? كيف تعتقد ان الحظ ساعد او انقذ جيم من الموت؟ ممكن نقول when he heard the conversation between Silver and his men. لما كان بيسمع الحوار او المحادثه اللي دارت بين سيلفر والرجاله بتوعه، هو كان مستخبي في الوقت ده في الايه؟ في البرميل by accident، بالصدفه. and when the pirates ran to see the island، واول ما القراصنه جروا عشان يشوفوا الجزيره اللي ظهرت قدامهم في البحر، he managed to climb out of the barrel. فقدر ان هو او استطاع ان هو يطلع ويخرج بره البرميل ويهرب. اخر سؤال عندنا: write an essay. اكتب مقال 150 كلمه عن ايه بقى؟ recycling is a way to solve many problems. اعاده تدوير الاشياء طريقه لحل العديد من مشكلاتنا. احنا قلنا قبل كده فيديو 3 4 دقائق موجود في الوصف اسفل الفيديو، الرابط بتاعه هيفيدك في كتابه المقال مع مذكرات مجانيه تانية هتساعدك في المقدمه والخاتمه، ومواضيع جاهزه ان شاء الله هتلاقوها في الرابط في الوصف اسفل الفيديو وعلى جروب الواتساب. وزي ما وعدتكم الموضوع جاهز كامل، مقدمة وموضوع وخاتمة، وكمان مترجم كمان عشان اوفر عليك وقت. خد منه افكار واكتب باسلوبك انت عشان تساعدك ان شاء الله في الامتحان. ناخد بعد كده نموذج ال 14. اول سؤال زي ما اتعودنا اختار اجابتين من خمسه. نمبر 1: They were not for the missing ring all the night. طبعا هما كانوا بيعملوا ايه طول الليل على الخاتم المفقود طول الليل. خلي بالك لما قال لي هنا all the night هقول هنا thinking, looking, shouting, searching, leaving. طبعا looking عشان looking for يبحث عن، وكمان searching for يبحث عن. Number 2: It's good to donate blood to save other people's life. من الجيد انك تتبرع بالدم عشان تنقذ حياة الناس الآخرين. The antonyms of donate are. مضادات بقى كلمة donate. donate يعني يتبرع، فطبعا عكسها keep يحتفظ بالشيء ما يتبرعش بيه يعني، وكمان receive يتلقى. بعد كده اختار إجابة من أربعة. نمبر 1: I know at the party I met several old friends. خلي بالك هنا جايب لي noun. تمام، فهنا هقول on during while as. احنا قلنا قبل كده لما تتلخبط بين while و during، while بيجي وراها verb plus ing اذا لم يوجد فاعل، لو في فاعل هجيب جمله ماضي مستمر. ونفس الكلام as بيجي بعدها جمله ماضي مستمر. during بيجي بعدها noun، يبقى هنا هتنفع، وطبعا مش هتنفع on. number 2: you know too much sugar.
to my coffee it tastes too sweet. خلي بالك هنا القهوة يعني طب مذاقها حلو جدا جدا اكثر من اللازم لدرجه ان انا ممكن ايه ما اقدرش اشربها. فطبعا بيقول لك you had added were adding were added have added. خلي بالك هنا او لو قلت هنا كلمه were adding ده بيتكلم على ماضي مستمر، ما فيش اي استخدام ماضي مستمر. طب were added ده كده مبني من مجهول ودي غلط. يا ترى had added ولا have added؟ طبعا في ناس تطلع وتقول يا مستر ما هو ضاف خلاص يبقى هنا had added ماضي تام. خلي بالك الماضي التام هو الحدث الاول من حدثين تموا في الماضي، لكن المضارع التام هو الاصح هنا. ليه؟ لان المضارع التام حدث تم في الماضي وله اثر في الوقت الحاضر. هو حط سكر كتير على القهوه والاثر ان القهوه بقت ايه؟ مذاقها حلو جدا. نمبر 3، رودينا isn't in her office. رودينا طبعا مش في المكتب بتاعها. I think she is. اعتقد ان هي فين؟ هوم، نرى عادت الى المنزل. هتقول لي شي ويل جو هوم، ما هي مش موجوده في المكتب يعني لسه هتروح، ما ينفعش. طب was gone، طب has been، طب has gone. طبعا هنا الاصح عندنا هتبقى has gone home، نفس الفكره بتاع السؤال اللي فات. نمبر 4، she is carrying two نقط. طبعا هنا بيقول ان هي بتحمل تو ايه؟ اقول many luggage much luggage a few luggage luggages. الناس اللي مذاكره ومركزه هتفهم الاجابه، خدناها في الوحده الرابعه لما كنا بنتكلم على الاسماء التي تعد والاسماء التي لا تعد. كلمه luggage امتعه لا تعد، يبقى many غلط a few غلط وما ينفعش اجمعها، يبقى فعلا letter B. تمام. نمبر 5، you look very ill. يبدو عليك انك مريض جدا. I not you to the doctor. انا هاخدك واوديك للدكتور. لما لقيتك انا مريض انا عرضت عليك اوديك للدكتور، يبقى letter B I will take you. تمام ده offer. نمبر 8، we intend not the next weekend on the beach. احنا بننوي، طبعا intend بيجي بعدها الفعل زائد المصدر يبقى to spend. تمام. نمبر 9، he paid back all his. طبعا pay back يعني ايه؟ يعني رجع لي كل ايه؟ because he didn't want to go to prison، لانه هو مش عاوز يروح السجن. اذا هو كان سالف مني فلوس مثلا. يا ترى اقول skills مهارات، debts ديون، خلي بالكوا البي هنا silent، tips اللي هي نصائح، وستيبس درجات سلم مثلا. طبعا هنا letter B debts ديون. Number 8، they had a or an نقط about the best solution to the problem of air pollution. طبعا هم كان عندهم ايه عن افضل حلول او افضل حل لمشكلة تلوث الهواء. هم عملوا ديبيت مناقشة، salutation تحية، تيم ميت اعضاء الفريق او عضو الفريق، effect اللي هو تأثير. طبعا letter A ديبيت مناقشة. Number 9 means to be connected to the internet or available on the internet. معناها تتصل بالإنترنت أو تكون متاح على الإنترنت، يبقى أنت كده أونلاين. تمام. Number 10 to achieve your jobs in time you need to not your time well. عشان تنجز الوظائف والمهام بتاعتك في الوقت المحدد طبعا أنت محتاج يبقى use your time well، يعني تحسن استغلال وقتك بطريقة جيدة، ودي كانت بتساوي make use of. Number 11 he is known to be severe with his children. هو معروف عنه ان هو شديد جدا وقاسي جدا مع اطفاله. The antonym of the word severe is مضاد كلمة severe. طبعا يبقى هنا لطيف اللي هي كلمة gentle. تمام. Number 12 he was very young and weak so older students him. هو طبعا صغير في السن وضعيف، عشان كده الطلاب الأكبر منه طبعا بيبلطجوا يتنمروا عليه، يبقى هنا bullied، يبقى letter C. Number 13 we should always put your plastic أو our plastic in a separate. يجب دائما ان احنا نضع الزبالة او القمامة البلاستيك في ايه؟ طبعا في سلة منفصلة separate bin. Number 14 it's 2 weeks نقط I last met Aunt نادية. يعني آخر مرة شفت عمتي نادية مثلا أو خالته نادية من أسبوعين. خلي بالك it's 2 week it's زائد مدة زمنية وبعد كده يجيب له جملة ماضي بسيط، يبقى هنا since. احنا قلنا since ممكن يجي وراها ماضي بسيط وقبلها اتس زائد مدة ايه زمني، واخدنا الكلام ده كله في الوحدة الثالثة لما كنا بنتكلم عن المضارع التام. ناخد بعد كده الكومبرينشن قطعة الفهم. أول فقرة عندي it was the end of the weekend and Nadia was worried she had still not done her homework. طبعا كنا في عطلة نهاية الأسبوع ونادية كانت قلقانة جدا وهي طبعا ما زالت لم تقم بعمل الواجب. نادية had missed the day of school. طبعا نادية فاتها اليوم ده من المدرسة because she had been ill لأنها كانت مريضة، غابت يعني. She had phoned her friend عزة and asked what homework their teacher had set for the summer holiday. اتصلت بزميلتها عزة وقالت لها طبعا ايه الواجب اللي المدرس طبعا حدده لنا في الأجازة الصيفية.
Azza had told her that the teacher had asked them to write a composition. عزة قالت لها ان المدرس طلب منهم يكتبوا فقرة إنشائية. نادية had written down the title. نادية كتبت العنوان. It was كان ايه؟ The best things in life are three. هنا بقول بقى أفضل أشياء في الحياة ثلاثة. هي كتبت كده. نادية didn't know what to write. نادية مش عارفة تكتب ايه. When she thought about the best things in life لما قعدت تفكر في أفضل أشياء في حياتها they didn't seem to be three at all. طبعا ما لقيتهمش ثلاثة. She thought about her parents. فكرت في الوالدين بتوعها. There were two of them. في اتنين. Her brothers and sisters. اخوات الأولاد والبنات. There were four of them. أربعة. She thought about happiness. فكرت في السعادة. Love الحب. Nature الطبيعة. She couldn't count this at all. ما قدرتش تعد الحاجات دي خالص. ما قدرتش تحصيها يعني. On the first day at school في أول يوم في المدرسة Nadia's teacher asked her to read her composition to the class. المدرس طلب من نادية تقرأ الفقرة بتاعتها الإنشائية على الفصل. الموضوع بتاعها يعني. نادية stood up and began. نادية وقفت وبدأت تكمل أو بدأت تقرأ يعني. بتقول إيه؟ I don't think the best things in life are three at all. قلت لهم أنا لا أعتقد إن أفضل الأشياء في الحياة ثلاثة على الإطلاق. She said I think they are things you can't count. أعتقد إن دي أشياء ما نقدرش نعدها. اول ما قالت الكلام ده طبعا the other students started to laugh. الطلاب بدأوا يضحكوا. نادية طبعا المدرس بينده عليها ويقول لها نادية said the teacher stopping her. The title of the composition was قال لها ده عنوان الفقرة الإنشائية كان the best things in life are free not three. يبقى هنا هي سمعت غلط من زميلتها. أفضل أشياء في الحياة احنا مجانية بالنسبة لنا وليست ثلاثة. نشوف كده أول سؤال. The passage is المفروض الفقرة أو قطعة الفهم بتاعتنا دي إيه؟ طبعا ديت narrative. يعني ايه؟ يعني قصة سردية. Number two. نادية disagreed with the title of the composition because نادية طبعا ما كانتش متفقة مع العنوان بتاع الايه الفقرة الإنشائية ليه؟ طبعا she couldn't count the best things in life. على حسب ما هي هتعرف يعني. مش هتقدر تعد الأشياء أفضل أشياء في الحياة يعني. Number three. The underlined pronoun it refers to. كلمة it تشير إلى إيه؟ طبعا the homework title العنوان بتاع الواجب. Number four. Nadia's teacher was not with Nadia. طبعا هنا المدرس بتاع نادية كان ايه؟ طبعا كان غضبان منها يبقى angry لانها قالت كلام خطأ. Number 5. نادية had missed the day of school because she had been ill. طبعا نادية كانت او يعني فاتها اليوم بتاع الدراسة ديت لانها كانت مريضة. This means that she was not from the school. معنى كده ان هي احنا قلنا absent كانت غايبة من المدرسة. Number 6. The best title of the passage is. افضل عنوان للقطعة دي هيبقى ايه؟ The best things in life are free. افضل اشياء في حياتنا تعتبر ايه؟ اشياء مجانية. بعد كده نمبر 7. The word set can have the meaning of. كلمة set لما قالت المدرس حدد لهم الواجب يبقى هنا طبعا كلمة determined يعني واجب محدد بالنسبة لهم. ناخد بعد كده أسئلة ترجمة. وقلنا شوفوا الفيديو اللي موجود في الوصف أسفل الفيديو 3 4 دقايق بيتكلموا على الترجمة الاختياري وجميل جدا. نشوف أول حاجة. It's extremely necessary to conserve our planet. Pollution which leads to climate change affects the earth badly. letter A. من الضروري للغاية الحفاظ على طبقنا. خلي بالك هو بيقول لك هنا طبقنا ولا بيقول ايه؟ ده بيقول هنا بلانت اللي هي الكوكب. هو ترجمها كأنها ايه؟ فاكرين كلمة طبق يعني ايه؟ اللي هو بليت. طبعا ده يبقى مش مركز. يبقى أول حاجة عندنا غلط كلمة طبقنا. letter B. من الضروري للغاية نتحدث إلى كوكبنا. لا هي الحفاظ عليه مش نتحدث. letter C. من الضروري الحفاظ على كوكبنا فالتلوث الذي يؤدي إلى تغير المناخ يؤثر بشكل سيء على الأرض. هو هنا لما قال لي من الضروري الحفاظ على هو ما جابش كلمة extremely. المفروض كان قال لي من الضروري للغاية ما ذكرش كلمة للغاية فدي تبقى غلط لأن المعنى يبقى ناقص. لكن الليتر دي أعتقد إن هي كاملة. من الضروري للغاية الحفاظ على كوكبنا فالتلوث الذي يؤدي إلى تغير المناخ يؤثر بشكل سيء على الأرض. يبقى ديت لتر دي. تمام هي الصحيحة. الترجمة الثانية. يلعب التعليم الجيد دورا بارزا في تقدم وازدهار كل الدول. فبدون التعليم المتطور ينتشر الجهل والفساد وتكثر الجرائم. letter A. good education play a prominent. استنى يا مستر play ولا plays؟ المفروض تبقى plays. تمام عشان هنا الفاعل يعامل معاملة المفرد. ودي غلط. letter B. good education plays a prominent role in the progress and prosperity of all countries. ديت لحد دلوقتي كلمة ماشية صح. لا ركز كده.
countries مش countries، إذا دي غلط ناقصة R. letter C. Good education plays a prominent role in the progress and the prosperity of all countries. Without advanced education, ignorance and corruption spread and crimes increase. أعتقد دي صح، هنشوف دي غلط ليه. Good education plays a prominent role in the progress and the prosperity of all countries. Without advanced education, ignorance and corruption spreads and crimes multiply. هنا بقول لي ignorance وكمان كلمة corruption، الاتنين دول المفروض يعتبروا جمع، فبالتالي المفروض كان قال لي spread مش spreads. إذا إجابتنا فعلا هتبقى letter C زي ما قلنا من شوية. تمام. ناخد بعد كده أسئلة التفكير النقدي. تريجر ايلاند، جزيرة الكنز. أول سؤال: Not all the people on board were bad, there were good ones. illustrate. بيقول لك مش كل الناس اللي كانوا، كلمة بورد هنا معناها على ظهر السفينة، مش كل الناس اللي كانوا على ظهر السفينة يعني كانت ناس سيئة. بيقول لك there were good ones، ده كان في ناس جيدة، ناس كويسة يعني وصالحة يعني. illustrate فسر الكلام ده، وضح يعني. ممكن نقول there are some good people like Mr. Trelawney. كان في ناس طبعا ناس جيدة زي مثلا مستر تريلوني وكمان كابتن سموليت. مستر تريلوني who helps Jim and his friends fight the pirates. مستر تريلوني ساعد جيم وأصدقائه إن هم يقاتلوا أو يحاربوا مين؟ البايريتس، القراصنة. كابتن سموليت who is a good leader، كان قائد جيد. and he talks to the pirates to save his men، كان بيتكلم مع القراصنة عشان ينقذ إيه؟ الرجالة بتوعه. Number two. Despite comforting the other men، على الرغم من الراحة تجاه بعض أو الناس الآخرين، Captain Smollett was very worried، كان قلقان. To what extent do you agree with that sentence؟ To what extent يعني إلى أي حد بتتفق مع هذه الجملة؟ ممكن نقول I agree، أنا بتفق مع الكلام ده. Captain Smollett was worried because he knew that some of the people on the ship were bad and wanted to take the treasure. طبعا انا بتفق مع الكلام ده لانه عارف ان في بعض الناس على السفينه سيئه وعايز تاخد الكنز. He helped the good ones، هو ساعد الناس الكويسه الطيبه to work together، ان هم يشتغلوا مع بعض and fight the pirates، ويقاتلوا القراصنه. Number 3. What do you think Black Dog was؟ ايه رايك، ماذا تعتقد بلاك دوج كان ايه يعني؟ Why did he look for the captain؟ وليه هو بيبحث عن الكابتن؟ ممكن نقول he was one of the pirates، هو طبعا كان واحد من احد القراصنة. he looked for the captain to take the map of the treasure، وكان طبعا بيبحث عن الكابتن عشان ياخد الخريطة بتاعت الكنز. اخر سؤال عندنا: write an essay of about 150 words. هنا without cooperation، بدون التعاون there is no success، لا يوجد نجاح. وزي ما قلت لك في فيديو 3 4 دقايق موجود في الوصف اسفل الفيديو، الرابط بتاعه شوف هيعجبك جدا، مع المذكرات المجانية الخاصة بالمقال والترجمة. وزي ما وعدتكم في اول الفيديو، المقال جبته لك جاهز، مقدمه، موضوع، خاتمه، وكمان مترجم عشان اوفر عليك وقت. خد منه افكار واكتب اسلوبك انت عشان تتدرب ازاي تحل في الامتحان. وضح خطك، سيب مسافه بين الكلمات. التعليمات اللي قلت عليها قبل كده كلها نفذها. ناخد بعد كده النموذج ال 15 عشان نخلص النماذج بتاعتنا ونبدا نستعد لمراجعه ليله الامتحان. أول سؤال عندنا: اختار إجابتين من خمسة. نمبر 1. She refused to admit breaking the camera. هي طبعا رفضت تعترف إن هي كسرت الكاميرا. The antonyms of admit are، مضادات كلمة admit هتبقى إيه؟ أول واحدة طبعا كلمة deny، ينكر، لأن admit يعترف ديت ينكر. conceal كمان برضو ينكر. لكن كلمة adopt يتبنى، بيتبنى شخص يعني من الملجأ مثلا. consist يتكون من agree، يوافق. نمبر 2. All the countries around the world give a great interest to the North because they are the backbone of any nation. كل البلاد حول العالم تعطي اهتمام كبير لإيه؟ because they are the backbone، لأنها العمود الفقري of any nation، بتاع أي أمة أو أي دولة. يبقى هنا طبعا بيدوا اهتمام للشباب، يبقى youth. كمان young people برضو معناها الشباب. بعد كده اختار إجابة واحدة من أربعة. The little bird، الطائر الصغير، not by its mother till it can fly. الليتل بيرد طبعا كلمة فيد يعني يطعم. الليتل بيرد مش هيطعم نفسه، ده هو طائر صغير يتم إطعامه. إذا هنا ديت مفعول، يبقى هنا هجيب باسف مبني المجهول. طيب الجملة مضارع ولا ماضي؟ بيقول لي هنا تيل إت كان فلاي، حتى يستطيع الطيران، يبقى هنا is fed. يبقى هنا الطائر الصغير يتم إطعامه بواسطة مامته حتى يستطيع الطيران. نمبر 4. إيه بيكلم بيه؟ بيقول له your work yet؟ رد عليه قال له I am about to finish it sir، أنا على وشك الانتهاء يا سيدي. إذا هنا بيسأل في المضارع التام، يبقى have you done؟ ألم تنتهي من عمل الواجب حتى الآن؟ قال له أنا على وشك الانتهاء يا سيدي. نمبر 3. ميس أماني is a nurse، ميس أماني ديت ممرضة. so she not be very caring، يبقى هي أكيد يعني بتعتني جدا بالناس. يا ترى هل هتبقى must ولا have to؟ طبعا هتبقى must،
لان طبعا من المهم لاماني انها تكون طبعا بتعتني بالايه بالاخرين، لكن هاف تو الزام خارجي مش هتنفع. نمبر 4. My father was delighted with my results. بابا طبعا مسرور جدا ومبتهج بالنتائج بتاعتي. The word delighted can be replaced by، ممكن استبدل كلمة delighted بإيه؟ ممكن استبدل كلمة delighted بكلمة satisfied، يعني بابا راضي عن النتيجة بتاعتي. Number 5. While not the experiment my teacher had a severe headache. يعني بينما المدرس بتاعي كان بيكون بعمل التجربة، المدرس بتاعي ايه؟ جاله صداع شديد. يا ترى اقول did، were doing، are doing، doing. كلمة while طالما ما فيش بعدها فاعل مش هينفع اجيب بعدها فعل مساعد على طول، فبالتالي هتبقى هنا doing، لان بجيب الفعل في اي نجي بعد doing او بعد while اذا لم يوجد فاعل. Number 6. They not here since their grandfather built the house. يقول لك هم عايشين هنا منذ أن قام جدهم ببناء المنزل. خلي بالك عشان ما تلخبطش، since جاي بعدها جملة ماضي بسيط، يبقى قبلها مضارع تام. واحد يقول لي يا مصر بس هنا مش هينفع أقول، ما ينفعش أقول had lived. خلي بالك had lived هنا ماضي تام، يعني حاجة خلصت خلاص وانتهت. إذا هم مش عايشين في المنزل اللي باباهم بناهم أو اللي جدهم بناهم، يبقى الأفضل طبعا have lived. يبقى هم ما زالوا عايشين في المنزل اللي جدهم بناه ليهم. يبقى هنا حدث تم في الماضي وما زال يحدث، او له اثر او ليه علاقه بالمضارع دلوقتي. نمبر 7. I know you a lot for your help. تقول له ايه؟ والله انا ادين لك بمساعدتك الكتيره ليا. يعني انت جمالك مغرقاني زي ما بيقولوا. I own، I owe، I lend، I borrow. طبعا هنا owe يعني مديون ليك يعني، او ادين بيه. نمبر 8. They were not in the lift for an hour. lift هنا مقصود بها المصعد الاسانسير يعني. when electricity went off، وما اكثرها دلوقتي لما الكهرباء قطعت. انا ايه؟ طبعا ايه بيقول لك ما زلت عالق في الايه في المصعد، يبقى هنا stuck، عالق فيه مش عارف اتحرك يعني. number 9. they had not of things to do. this means they were very busy. طبعا عندهم ايه من الاشياء اللي يعملوها، بالتالي هم طبعا يعني مشغولين جدا، اكيد عندهم اعباء واحمال يقوموا بيها، يبقى هنا load of things. نمبر 10. خلي بالكم بالمناسبه كلمه loaf يعني رغيف خبز، loaves جمع كلمه loaf ارغفه خبز. نمبر 10. they were not when they won the prize. هم كانوا ايه لما فازوا بالجائزه. this means they were pleased، معنى كده ان هم مسرورين، يبقى they were over the moon. يعني ايه؟ هتقولي فوق القمر؟ لا، احنا قلنا دي معناها سعيد. نمبر 11. some thieves broke not the old man's house yesterday. بعض اللصوص عايز اقول لك اقتحموا المنزل بتاع الراجل بالامس. طبعا broke اسمها broke into، اقتحم. نمبر 14. not you tell him the news. بيسأله سؤال فقال له are you able to do that؟ هل تقدر تعمل كده؟ طبعا في سؤال عندي استفهامي كده يقول لك ايه؟ dare you، هل تجرؤ؟ اعرفها بقى dare you، هل تجرؤ تقول له الاخبار؟ انت تقدر تعمل كده؟ يبقى هنا letter B. Number 13. your grandmother needs help. يعني جدتك محتاجة مساعدة. some bags into her flat. تشيل بعض الشنط في الشقة بتاعتها او للشقة بتاعتها. احنا قلنا كلمة help بيجي بعدها يا اما مصدر مباشرة يا اما to المصدر، يبقى letter B. تمام، يبقى help to carry. Number 14. we hardly heard not news of him since he left the company. خلي بالك كلمة hardly بتعطي معنى النفي، اذا هنا زي كلمة never كده، بس هنا كلمة hardly يعني نادرا لما بنسمع اخبار عنه من ساعة ما ترك الشركة، يبقى we hardly heard any news يعني بالكاد بنسمع اخبار عنه. ناخد بعد كده الكومبرينشن. اول حاجة اول فقرة. There are many reasons to use alternative energy sources. يوجد فيها أسباب عديدة تخلينا نستخدم مصادر طاقة بديلة. One reason is to reduce pollutants and greenhouse gases. أحد الأسباب إن احنا نقلل طبعا الملوثات وغازات الاحتباس الحراري. Alternative or renewable energy sources، مصادر الطاقة المتجددة زي ما بنقول عليها او البديله have to reduce the amount of toxins. طبعا لازم تقلل مقدار الايه السموم that are a result of traditional energy، اللي هي نتيجه طبعا لايه لاستخدام الطاقه التقليديه زي الناس بتوع زمان مقصود بها كده يعني. these alternative energy sources، طبعا مصادر الطاقه البديله ديت help protect against the harmful byproducts. طبعا بتساعد في حمايتنا ضد، خلي بالك بقى harmful باي برودكتس مقصود بيها نواتج ضارة على بعضها كده. harmful باي برودكتس of energy، طبعا بتحمينا
من النواتج الضاره بتاع الايه الطاقه او استخدام الطاقه and help to preserve many of the natural resources، وبتساعد طبعا على الحفاظ على العديد من المصادر الطبيعيه that we currently use as energy sources، اللي احنا حاليا بنستخدمها كايه كمصادر للطاقه. الفقره الثانيه there are many alternative energy sources، طبعا في مصادر طاقه بديله. wind power طاقة الرياح، solar power اللي هي الطاقة الشمسية، geothermal power اللي هي الطاقة الحرارية الأرضية، and hydroelectric power وطبعا بنقول عليها الطاقة الكهرومائية are some examples، ديت أمثال لإيه مصادر الطاقة البديلة. الفقرة الثالثة wind power is the ability to capture the wind in a way to propel the blades of wind turbines. طبعا طاقة الرياح تعتبر القدرة ان احنا طبعا بنحتجز capture the wind، بنحتجز الرياح in a way بطريقة to propel ندفع بيها the blades الشفرات of wind turbines بتاع توربينات الهواء. دي بيتكلم لك على طاقة الرياح بيتم انتاجها ازاي. when the blades rotate لما تبدأ تلف بقى الايه اللي احنا بنقول عليها اللي هي الشفرات ديت. This movement is switched into electrical current. الحركة دي بيتم تحويلها إلى تيار كهربي with the help of an electrical generator، بمساعدة طبعا الإيه المولد الكهربي. In older windmills في طواحين الرياح القديمة wind energy turned mechanical machinery to do the physical work like pumping water to get water. طاقة الرياح طبعا بتقوم بإيه؟ بتشغل الآلات الميكانيكية عشان طبعا تقوم بالعمل البدني physical work، زي مثلا pumping water ضخ المياه to get water عشان نحصل عليها. wind towers اللي هي الأبراج بتاع الرياح are built on wind farms، تم طبعا إيه إنشائها في wind farms بيقولوا عليها الإيه الطواحين الهواء أو الأماكن اللي فيها طواحين هواء كتيرة يعني. and usually there are several towers built together، وعادة بيتم بناء أبراج عديدة مع بعضها. There are several advantages of this energy source، طبعا فيه ميزة للنوع ده من الطاقة. There is no pollution، ما فيش تلوث بيصدر منه خالص. It never runs out، لا ينفذ. Farming and grazing can still take place on the same land as the wind turbines. الزراعة والراعي، كلمة grazing هنا اللي هي الراعي، ممكن ما زالت يعني ممكن تستمر في الحدوث يعني في نفس المكان اللي فيه توربينات الهواء، يعني ممكن نستغل المكان برضه. And wind farms ومزارع أو طواحين الهواء can be built anywhere، ممكن نعملها في أي مكان. One disadvantage is، عيب واحد هو فقط you need a consistent wind to get enough power، انت محتاج رياح مستمرة عشان تحصل على طاقة كافية. If the wind speed decreases، لو سرعة الرياح قلت less electricity is produced، بيتم إنتاج كهرباء أقل. Geothermal means earth heat، احنا قلنا عليها اللي هي الطاقة الحرارية بتاع الأرض. This energy capture the heat energy under the earth، طبعا ديت ايه الطاقة ديت بتحتفظ بالحرارة أو الطاقة الحرارية تحت الأرض. hot rocks الصخور الحارة under the ground help to heat water to produce steam. الصخور الحارة طبعا بتساعد الموجودة في الأرض، بتساعد على تسخين المياه عشان تنتج الايه البخار. if holes are dug in this area of the ground then the steam shoots up and is purified and used to drive turbines. طبعا لو بدأوا يعملوا حفرة في المنطقة ديت في الأرض اللي فيها الحرارة ساخنة يعني، بيبدأ البخار بيندفع وينطلق ويتم تنقيته أو توجيهه يعني and used to drive turbines عشان يدير التوربينات which in turn gives power to electric generators، والتي بدورها تقوم بإيه بإعطاء الطاقة إلى المولد الكهربي. The advantages of this type، ميزة بقى النوع ده إيه of energy is that there are no harmful byproducts، طبعا ما فيش نواتج ضارة. It's self-sufficient، بيبقى فيه اكتفاء ذاتي. And the plants are generally small، وطبعا النباتات عادة أو في العام يعني بتبقى صغيرة. So there is no negative visual effect، فبالتالي ما فيش أي تأثيرات يعني مرئية ظاهرة يعني أو سلبية يعني on the area surrounding the plant المحيطة بالنبات. نشوف الأسئلة بتاعتنا. نمبر 1 in geothermal energy في الطاقة الحرارية الأرضية the main factor of doing the work is، العامل الأساسي في العمل نفسه والقيام بالعمل ده هو إيه؟ طبعا steam coming out letter B. نمبر 2 according to the passage wind power is، وفقا للقطعة طاقة الرياح إيه؟ طبعا used along history، بتستخدم طوال فترة التاريخ أو على مدار التاريخ. نمبر 3 the suitable title of the passage is، العنوان المناسب للقطعة يبقى إيه؟
طبعا alternative energy اللي هي الطاقة البديلة. Number 4 in the future the more pollution we get. في المستقبل كلما كان التلوث أكتر هيبقى إيه؟ طبعا the wider ozone layer hole is. كلما طبعا إيه؟ أصبحت يعني ثقب الأوزون بقى أكبر. يعني كلما التلوث بيزيد كلما إيه؟ ثقب الأوزون بيزداد يعني. Number 5 the underlined word capture may be replaced by. كلمة capture ممكن استبدلها بإيه؟ طبعا ممكن أحط مكانها كلمة catch. Number 6 the word rotate can have the meaning of. كلمة rotate لها نفس المعنى بتاع إيه؟ rotate يعني بيلف ويدور يعني يبقى turn around. letter B. Number 7 according to the passage وفقا للقطعة traditional energy use is not to the environment. وفقا للقطعة هنا بقول لك بقى الطاقة أو استخدام الطاقة التقليدية يعتبر إيه بالنسبة للبيئة؟ خدناها في أول 3 سطور تقريبا ما قلنا توكسينز اللي هي السموم يبقى هنا التوكسيك يبقى استخدام الطاقة التقليدية يعتبر سام للبيئة. ناخد بعد كده سؤال الترجمة. قلنا في فيديو للترجمة 3 4 دقايق موجود في الوصف أسفل الفيديو الرابط بتاعه شوف هيفيدك كتير. Thanks to modern technology in the field of communication, we can communicate with others all over the world. letter A يفضل التكنولوجيا الحديثة في مجال استنى يا مصر بيقول لك thanks to ديت غلط يبقى هنا يفضل دي غلط. طب هنا شكرا للتكنولوجيا طبعا thanks مش معناها شكرا هنا معناها thanks to بفضل. اعتقد ان التكنولوجيا الحديثة نفس الكلام لان كلمة thanks to خطأ شائع بالترجمة غلط هي معناها بفضل يبقى letter D بفضل التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات يمكننا التواصل مع الآخرين في جميع أنحاء العالم. ناخد الترجمة التانية. يعتبر محمد صلاح نموذجا يحتذى به لمعظم الشباب في الوقت الحاضر فهو شاب ناجح في عمله ومشهور في كل أرجاء العالم. letter A Muhammad Salah is considered a role model for most young people nowadays. He is a successful young man in his work and واحد يقول لي يا مستر ده كده صح اسمه اصبر بس وكمل للاخر عشان الاخر كلمه ممكن تبقى غلط. and he is famous all over the scientist ادي غلط اخر كلمه. بقول لك مشهور على مستوى العالم هو واحد قرأها غلط قال لك العالم يبقى هيختارها صح لكن هي العالم دي غلط. لتربيه Muhammad Salah is considered a role model for most young people nowadays. He is خلي استنى يا مستر انت قلت رول موديل ولا رول ميدال؟ اذا دي غلط شفت بقى ممكن نفوتها لو ما خدناش بالنا. لتر سي محمد صلاح considers a role هو كده محمد صلاح اللي بيعتبر مش يعتبر. اذا دي غلط لان كلمه consider يعتبر او يفكر فيه هنا خطأ. اذا لتر دي هي الاجابه الصح ناكد عليها. محمد صلاح is considered a role model for most young people nowadays. He is a successful young man in his work and he is famous all over the world. تمام. ناخد بعد كده اسئله التفكير النقدي. اول سؤال in your point of view من وجهه نظرك why weren't the attackers interested in the money. ليه بقى ليه المهاجمين ما كانوش مهتمين بالمال؟ ممكن نقول because they were interested in the map of the treasure هم مهتمين اكتر بالخريطه بتاعت الكنز. Number 2 why do you think Silver called his parrot Captain Flint. طب هو ليه بقى سيلفر سمى البغبغاء بتاعه على اسم الكابتن اللي كان شغال معاه زمان اللي هو اخفى الكنز؟ ممكن اقول I think Silver named his pet parrot Captain Flint in honor or mockery of his former captain. ممكن يكون سماه كده يعني تكريما للكابتن بتاعه السابق او سخرية منه والاتنين ممكن ينفعوا. Number 3 Why do you think Silver had been to the island before. ليه تعتقد ان سيلفر راح الجزيرة ديت قبل كده؟ ممكن نقول I think because he was one of the pirates لأن هو كان أحد القراصنة who served under Captain Flint اللي خدم تحت قيادة كابتن فلينت the original owner of the treasure map المالك الأصلي للخريطة بتاعت الكنز. آخر سؤال عندنا المقال What's the role of the society towards old people. إيه دور المجتمع تجاه كبار السن. طبعا الفيديو بتاع المقال موجود في الوصف أسفل الفيديو ازاي نكتبه مع المذكرات المجانية الخاصة بالمقال. وزي ما وعدتكم في أول الفيديو المقال جاهز موضوع جميل جدا بيتكون من مقدمة وموضوع وخاتمة وكمان مترجم عشان اوفر عليك وقت خد منه افكار واكتب اسلوبك انت. احنا كده وصلنا لاخر حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مستر احمد العبد من قناه دروس عالميه اونلاين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.